هنتكلم عن مسلسل سيد الناس وكتابة المسلسل وأداء عمرو سعد. بس بقى يا عم بيتهوفن خوتنا. مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة، وحلقة جديدة من سلسلة ليه رمضان، واللي بنتكلم فيها عن مسلسلات رمضان. والحلقة دي هنتكلم فيها عن مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد فهيم، أحمد رزق، إلهام شاهين، وريم مصطفى. قصة محمد سامي، وسيناريو ورشة قلم، والإخراج لمحمد سامي. أحداث المسلسل بتدور حوالين الجرحي المعروف بسيد الناس، اللي بعد وفاة أبوه رشدي بيلاقي أسرار كتير بتظهر عن حياة أبوه، كلها عن تجارة غير مشروعة بتخليه يقع في مواجهات مع تجار سلاح ومخدرات وعملة وآثار، وفي نفس الوقت بيحاول يدور على ورث عيلته اللي مربوط بمفتاح غامض أبوه سابه. سيناريو المسلسل فيه مشكلة هي من أكبر المشاكل اللي ممكن تشوفها، إن أنت طول الوقت ما بتتحركش في الأحداث، مع إن أنت بتحس إن الأحداث بتتحرك بس الحقيقة مش بتتحرك خالص. يعني إحنا فضلنا فترة طويلة عمالين نلف في دايرة، إن كل شوية يظهر عدو للجرحي بسبب إن أبوه ما خلصش تجارته معاه وبيكون عاوز فلوسه أو بضاعته. مفيش حد عاوز يجي للجرحي يعزيه مثلا، لا كله عاوز يا فلوس يا بضاعة، وطول الوقت الجرحي بيحاول يتصرف وهو ما يعرفش حاجة عن اللي أبوه بيعمله. ودي بقى بالذات مش بلوت هول، دي خلت المسلسل مخرم. ازاي رشدي اللي كان معتمد على جرحي في كل حاجة ما يقولوش أي حاجة عن كل التجارة الغير مشروعة بتاعته، حتى ولو برسالة أما مات، وسابه هو والعيلة بيخبطوا كده وهم متهددين بالقتل بالشكل ده. وده كان سهل يحصل لأن محدش يعرف حاجة. أنهي واحد بقى عنده عقل يعمل كده؟ كان ممكن تتبلع لو مات فجأة، إنما ده كاتب وصية وعامل فيديو بيشرح فيه، وعشان يوصلوا للفيديو ساب لهم مفتاح، ما قالش المفتاح ده بتاع إيه علشان يعرفوا، لا سابهم يلطشوا كده وهم كمان متهددين. فازاي هو كان بيحب الجرحي وفي الاخر حطه تحت التهديد ده اصلا بالقتل؟ دي كانت حاجه مش مفهومه. برضو كان في قصه من 20 سنه بتلقي بظلالها على الاحداث، وفضلنا عمالين نلف فيها، والقصه نفسها غريبه ومتشابكه، وتحس ان هي فيها حاجات كتير مش منطقيه. تصميم الشخصيات نمطي لابعد الحدود، الشرير ما تفهمش هو قافش على الكوكب ليه، والطيب ما تفهمش هو ليه عمره ما قرر يدافع عن نفسه. وده مخلي كل دوافع الشخصيات مش منطقيه، وكل تصرفاتهم غريبه. يعني انت عندك 2 ولاد عم خرجوا من البيت بكامل ارادتهم يتخانقوا في الشارع ورجعوا تاني البيت من غير سبب. وفي شخصيات وجودها زي عدم، ولو اتشالوا مش هتحس بأي فرق، وفعلا بيفضلوا حلقات مش بيظهروا وما بتحسش بغيابهم. الشخصيات كلها كمان شبه بعض في الشر، كل الأشرار بيزعقوا ويبرقوا عشان يظهروا أشرار. كتابة الشخصيات مش حلوة، وده أثر على كل الأداءات التمثيلية، ما فيهاش أي حاجة مميزة. وبرضه كتابة الشخصيات كان في شخصيات كتير مكتوبة بشكل غريب. يعني عندنا على سبيل المثال شخصية مجدي أخو الجرحي، احنا فضلنا نمهد لها طول الوقت قبل ما تظهر ان ده شخصية قاسية، وان ده شخص صعب والناس خايفين منه، وايه ده راجع من السفر واحنا خايفين وكل الكلام ده. اول ما رجع لقينا شخص عادي جدا ما يخوفش حتى طفل، والجرح اخوه بيديله على قفاه بمنتهى السهولة. فما فهمتش ايه تقديمة الشخصية الغريبة دي. وهو عامة مسلسلات محمد سامي كلها في مشكلة في تقديمات الشخصيات بشكل عام، ولازم كل الشخصيات تقدم بعضها بالشكل التقليدي، اللي هو ده ابن عمك، لا ده اخوك، ده ابن عم مرات ابو اللي جابت مش عارف مين، لازم بالشكل ده. اما بقى الحوار بتاع المسلسل فطبعا هو كان واضح قوي من كل البوستات بتاعت السوشيال ميديا ان هو حوار استعراضي. يعني ليه اسمع واحد بيقول بيت ابو العباس ليه 3 ابواب رجالي وواحد حريمي، لو اخترت الحريمي هتبقى عامل زي اللي دخل قعده رجاله قاعد على سفره ولقى طبق مشمش وطبق دوم، فقرر يمد ايده على المشمش مع ان الدوم قدامه، بس هو خاف وجه على المشمش، بس لو جه على الدوم هيكسر له اسنانه. يا عم ما تقول له انا هلطش لك اسهل من كل الرصه دي. حتى لما جه ينصح حد قال له اللي اوله عسل اخره طحينه، ده رمز لايه برضه؟ يعني النصيحه دي عايزه تقول ايه؟ وزي ما قلت الاحداث بتعاني من سرعه كدابه، انت بتحس ان في احداث كتير بس الحقيقه ان مفيش حاجه بتحصل. كل حلقه بتصفصف على حدث واحد لو فيه يعني، ونفضل نتكلم عليه. والجزء الكوميدي اللي كان هدفه تخفيف الاجواء معمول بشكل سيء جدا، كوميديا سيئه، توقيتاتها سيئه، طريقتها نفسها سيئه. الإخراج بقى ما شفناش فيه حاجة جديدة، كل حاجة فيه شبه مسلسل جعفر العمدة والبرنس كده. طبيعي إن المخرج يبقى له بصمة بتخلي أعماله باينة، بس في فرق بين البصمة والتطابق في الشكل. والموسيقى التصويرية رغم إن هي مش وحشة بس توظيفها فيه مشكلة، أنت طول الوقت سامع موسيقى تصويرية في ودنك مش بتسكت. ووصولا بقى لنهاية المسلسل اللي مش هتكلم عنها عشان الحرق للي حابب يتفرج، بس هي برضه متوقعة وعادية جدا من وجهة نظري.
أنا كنت فاكر إن المسلسل ده هيبقى مختلف لما لقيت إن في ورشة كتابة هي اللي كاتبة المسلسل، لكن لقيت عمل كل أحداثه غير منطقية مفككة مع أداءات كلها زعيق وتبريق، ومن الأعمال اللي هتدخل طي النسيان بسرعة. وتقييمي بقى للمسلسل ده هو إن الواحد لازم يكون عارف إنك لما تقرر تتفرج على 3 مسلسلات وتلاقي مسلسل شغال في نفس الوقت اللي انت قاعد تتغدى فيه، وقررت تسيب ال3 التانيين وتمسك في مسلسل واحد وتبقى متأكد إن المسلسل ده لوحده مش كفاية، يبقى تقييمه إيه؟ دي طريقة التقييم في مسلسل سيد الناس. أنا بقى هقيمه كإنسان عادي ب2 من 10. كده حلقتنا خلصت. شاركوني برأيكم في المسلسل، مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب أو نتناقش على فيسبوك، إكس، تيك توك، وتابعوني على الانستجرام. واستنوا الحلقات اللي جاية من سلسلة ليه رمضان، وسلام عليكم. سلسلة ليه رمضان من بودكاست الكتابة فكرة مع عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت وروان محمد، وشكر خاص لكارمن السراج ويوسف باسيلي. واستنوني في حلقة تانية من بودكاست الكتابة فكرة وسلسلة ليه رمضان.